في يوم وبعد ما صليت أنا ومسك سألتني: ماما، هو في فرق بين الحلم وبين الرؤية؟ ابتسمت وقلت لها: طبعا في فرق كبير بينهم يا مسك. ردت مسك وقالت: ويا ترى ايه الفرق بقى؟ ومن هنا ابتدت الحكاية. أقولك يا مسك، الرؤية من الله وهي جزء من النبوة، أما الحلم فهو من الشيطان. يعني إيه يا ماما؟ أنا مش فاهمة. بصي يا حبيبتي، يعني الرؤية بتكون جميلة وربنا بيبعتها لينا عشان تبشرنا بخير جاي لينا، وبنصحى منها فاكرين كل حاجة. أما الحلم بيبقى من الشيطان علشان يحزن العبد المؤمن ويبقى كده قلقان وخايف من المستقبل. طيب هي يا ماما الرؤية بتتحقق فعلا؟ طبعا يا مسك الرؤية بتتحقق حتى لو بعد سنين، وممكن رؤية تغير حياة إنسان زي قصة سيدنا يوسف عليه السلام. رؤية غيرت حياة. احكي لي يا ماما، إزاي الرؤية ممكن تغير حياة سيدنا يوسف وحصل له إيه؟ سيدنا يوسف عليه السلام يا مسكي كان عنده 11 أخ من أبوه سيدنا يعقوب عليه السلام. أبو سيدنا يوسف كان نبي، كان اسمه سيدنا يعقوب، اللي هو يبقى حفيد سيدنا إبراهيم عليه السلام. وكان عنده أخ واحد من أمه. في يوم من الأيام شاف رؤية عجيبة قوي، شاف 11 كوكب والشمس والقمر بيسجدوا له. وبعدين حصل إيه يا ماما؟ راح حكى لأبوه عن الرؤيا اللي شافها وهو مش فاهم أي حاجة. سيدنا يعقوب والد سيدنا يوسف عليهما السلام فهم الرؤيا وعرف إن دي إشارة من ربنا سبحانه وتعالى بالنبوة، وإن سيدنا يوسف هيكون له شأن كبير قوي في المستقبل. طيب وسيدنا يعقوب نصح إيه سيدنا يوسف بعد ما قال له الرؤية؟ سيدنا يعقوب طلب منه إن ما يحكيش الرؤيا دي لأي حد وخصوصا إخواته، وده مذكور لنا في القرآن الكريم في سورة يوسف. بس ليه يا ماما سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف كده إن هو ما يقولش لإخواته؟ سيدنا يعقوب قال له كده علشان عارف إن إخوات سيدنا يوسف كانوا بيغيروا منه وبيحسدوه، لأنه أحب واحد فيهم لسيدنا يعقوب وأقرب واحد فيهم كمان. وكمان ربنا سبحانه وتعالى إدى لسيدنا يوسف نص جمال الدنيا، خلت إخوات سيدنا يوسف كانوا غيرانين قوي قوي منه، وبعد كده خلاهم كمان يحاولوا يقتلوه. يقتلوه؟ إزاي يا ماما؟ إزاي ممكن واحد يفكر إن هو يقتل أخوه؟ إخواته الشيطان تمكن منهم وصور ليهم إن هم إذا قتلوه أو أبعدوه عن والدهم سيدنا يعقوب الحب والاهتمام هيكون ليهم وحدهم. وعلشان كده فكروا إزاي يتخلصوا من سيدنا يوسف. قالوا إن سيدنا يوسف أحب إلى أبينا منا وإحنا كتير، ومع ذلك هو اللي واخد قلب سيدنا يعقوب لوحده، فلو قتلناه هيبقى إيه؟ هيبقى قلب سيدنا يعقوب خالي لينا إحنا لوحدنا، والحب والاهتمام هيكون لينا. وهنا يا مسك اتفقوا إن هم يقتلوا أخوهم يوسف، وبعد كده واحد قال بلاش تقتلوه وارموه في البير غميق، ناس مسافرين في قافلة هيلاقوه. بعدين يا ماما؟ بعد ما اتفقوا يا مسكي كانت المشكلة ازاي يقنعوا والدهم سيدنا يعقوب انه يسمح لسيدنا يوسف يخرج معاهم، وهم عارفين انه هيخاف عليه لانه عارف انهم مش بيحبوه. وفي الاخر وصلوا الفكرة انهم قالوا لوالدهم زي ما ذكر لنا القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. زي ما وصف لنا القرآن يا مسك الحوار اللي دار ما بينهم، إن هم قالوا لسيدنا يعقوب خلي سيدنا يوسف يجي معانا بكرة يرعى الغنم ويلعب شوية. وكان رد أبوهم سيدنا يعقوب قال لهم أنا خايف لا تاخدوه وبعد كده يأكلوا الذئب وأنتم عنه غافلون، يعني أنتوا تكونوا بتلعبوا والذئب يأكله. قالوا له إزاي؟ ده احنا كتير، ده احنا 10 صبيان، أكيد الذئب مش هيقدر يعمل كده واحنا كلنا موجودين. سيدنا يعقوب يا مسك كان حزين وخايف قوي إن هم ياخدوه، بس في الآخر استسلم وبعت سيدنا يوسف معاهم. وبعدين يا ماما إيه اللي حصل؟ بعد ما اخوات سيدنا يوسف أخدوه الصحر عشان يلعبوا قلعوه القميص بتاعه وجابوا خروف وذبحوه على أساس إن ده يكون إيه؟ يكون دم سيدنا يوسف. وبعد كده رموا سيدنا يوسف في البئر. وبعد كده جابوا القميص بتاع سيدنا يوسف وراحوا بالليل العشاء علشان سيدنا يعقوب ما يكتشفش كذب دموعهم، وبيعيطوا وبيصرخوا بصوت عالي لسيدنا يعقوب: احنا تركنا يوسف مع الحاجة بتاعتنا ورحنا نتسابق ونرمي السهام، ولما رجعنا لقينا الذئب أكله.
سيدنا يعقوب ما صدقهمش وعرف إن ده كذب، وقال لهم فين القميص بتاعه. ولما ناولوه القميص بكى وقال إزاي الذئب هيأكل يوسف من غير ما يقطع قميصه، وعرف إنهم بيكذبوا. بس مع ذلك صبر واحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى. يا ماما، موقف صعب أوي فعلا. فعلا يا مسك. وبعد كده سيدنا يوسف فضل في البئر 3 أيام، كانت المية قليلة قوي، لحد ما مرت قافلة على البئر. واحد منهم راح يجيب مية من البئر، ولما نزل الدلو سيدنا يوسف مسك فيه. فلما رفع الدلو لأنه افتكر إن هو اتملى لأن الدلو تقل، فوجئ بغلام جميل. أخدوه وقالوا لبعض إحنا مش هنقول عليه لحد، ولما حد يسألنا نقول إن ده عبد إحنا حد بعته معانا علشان نبيعه في مصر. وإخوات سيدنا يوسف كانوا مراقبين كل اللي بيحصل، فعرفوا إن سيدنا يوسف لسه عايش، وراحوا ورا القافلة وقالوا لهم ده العبد بتاعنا، هاتوا فلوس وإحنا نبيعه لكم. وفعلا القافلة اشترت سيدنا يوسف من إخواته بثمن بسيط. وبعد كده يا مسك راحوا بسيدنا يوسف على مصر. مسك دلوقتي الأذان ادن، ولو استنينا شوية الصلاة اللي بعدها تيجي علينا. خلينا نقوم نصلي، وبعد كده هرجع أكمل لك القصة التحفة دي. تمام؟ ماشي يا ماما، يلا بينا.